أهلا بكم متابعي القناة. تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، أين سيعقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية يكشف خلالها عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في المونديال. إذن ابتداء من الساعة 4 الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيعقد ندوة صحفية يكشف خلالها عن خياراته بخصوص القائمة النهائية التي ستشارك في المونديال، وسط ترقب كبير حول هوية القائمة النهائية وخيارات الناخب الوطني، حيث فضل بيتكوفيتش التريث لآخر يوم من أجل كشف خياراته للرأي العام الرياضي الجزائري. إذن يتواجد في تربص المنتخب الوطني لاعب إضافي عن العدد المسموح به، وهو 26 لاعب، مما يعني أن بيتكوفيتش سيعفي لاعب واحد من السفر مع التشكيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل التشويق سيد الموقف حول هوية هذا اللاعب. هل سيكون حارس مرمى في ظل تواجد 4 حراس، أو لاعب من أحد الخطوط الثلاثة؟ من المرجح أن يكون اللاعب الذي سيقصى من السفر إلى المونديال حارس مرمى، وهو ما يجعل من الطبيعي تواجد كل اللاعبين الآخرين، بحكم أن بيتكوفيتش وجه الدعوة ل4 حراس من أجل المشاركة في التربص بسبب الإصابات التي تعرض لها كل من زيدان وماستيل، وهو ما جعله يتخوف من إمكانية عدم شفائهما النهائي قبل انطلاق المنافسة.